سلام البنات، اليوم غادي نشارك معكم ضليعه والكتيف ديالها مشويين في الفران البنات من ألذ ما يكون. وهذه الطريقه البنات راه كتجي واعره، راه اللي كيدوقها عندكم كيقول بحال اللي شويتوه برا. ها انتم كما شفتوني تكيتو قبل بالسكين من الجهتين، من بعد هنا كندهنوا بالزبيده ديالي مع الملح فقط البنات. غيحاولوا الملح يعني كتجي القياس باش ما كيجي صامت لينا صافا البنات. وكنغطيه بورق الزبده والالومنيوم، وغنحاول هنا نتكيه مزيان بالسكين باش كيخرج هذاك البخار ديالو ومباشره للفرن. وبالنسبه للخضر المرافقه للحم درت هنايا البطاطا، عندي المعدنوس، درت الثومه، زيت العود المليحه صافي وغادي نصوطي فيها. هنايا السلطه الثانيه درت زيت العود، الثومه خليتها حتى كتحمر باش كتطلق هذيك البنه ديالها كتجي غزاله. درت الجزر كنبقى ندي فيه ونجيب، ومن بعد كنضيف هنايا التحميره، ابزار، الكمون والحامض، واخر حاجه المعدنوس. وبالنسبه للسلطه الثالثه درت هنايا الزبده، درت الثومه المليحه، وكنضيف اللوبيا الشعره ديالي. من بعد هنا كندير الكمون ها انتما صافي، وكنبقى نصوطي فيها حتى كتوجد ليا. وغنزيد هنايا حتى الكروكيت كنقلي فيهم نتاع الفرomاج. هنا بالنسبه للبيتخاف، البروكولي، الخيار غنستعمل فقط الزيت والملح والخل. هانتوما البنات الحمه ديالي راه طبت ليا هنا للاشاره، ما استعملت لا ما لا حتى شي حاجه. كنحيد لها الكاغط من الفوق وغنشعل على الشوايه باش كتحمر ليا من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالي. جربوها البنات ولو غير بكميه قليله وبصحه وراحه.